8 أيام بس على مونديال، وأنا هفتح معاكم بأكبر خبر النهاردة. مانشستر يونايتد دفعت 35 مليون جنيه استرليني لأتلانتا وخطفت إيدرسون، أول صفقة لمايكل كاريك رسمياً، عقده لحد 2030. بس استنى، في حتة تانية محدش ركز فيها، هقولها لكم بعد شوية. وبس استنى الجامد، فابريتسيو رومانو كتب هير وي جو تانية. دنزل دامفريز رايح ريال مدريد، شرط جزائي 20 مليون يورو، بس فلورنتينو بيقفل الصفقة قبل ما المونديال يبتدي. انتر خسرت ظهير أيمن ببلاش تقريباً، وفي أخبار مفيش حد مصدقها. إسبانيا ألغت ماتش دي آر كونغو ضد شيلة الودي، السبب تفشي إيبولا. عمدة أمادينا وقع قرار حظر رسمي. ياه، أول ماتش تحضير لمونديال يتلغي بمرسوم صحة، ده اللي اسمه دخول مونديال غريب. وخليني أوجعك بالرقم، هايتي كسبت نيوزيلند 4-0 في ماتش تحضيري. 4. المنتخب اللي إدوار رفض ينضم له امبارح طلع جامد. خد عندك، مفيش حاجة اسمها فريق صغير في 2026. طب الحتة اللي وعدتكوا بيها، أنا شايف كاريك بيبني فريق على عجل وهو لسه مؤقت. إدرسون لوحده مش هيحل مشكلة، وفي رأيي كاسيميرو بالأوجارتي بيمشوا، يعني خط الوسط كله بيتهدى قبل مونديال. غلطة ويلكوكس مش غلطة اللاعب، ده قرار متسرع. 8 أيام أنا بقعد معاكم. إنهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ إدرسون في يونايتد، ولا إيبولا تلغي ماتش، ولا هايتي ب4؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.